لا يصنعون الحرية، والمترددون لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء. إن هذه اللحظات العصيبة التي تمر بالوطن الغالي تحتم علينا جميعا أن نقف صفا واحدا، مسلمين ومسيحيين، شبابا وبنات، رجالا ونساء، من أجل حماية مصر وحماية الثورة ودفاعا عن مستقبل أبنائنا ضد الإرهاب وقوى الظلام التي تريد جرنا للخلف قرونا سحيقة. إننا إذ نؤكد على قيم ثورة 25 يناير الخالدة التي سرقتها جماعة الإخوان، فنزل الشعب المصري العظيم القائد والمعلم دائما واسترد ثورته في يوم 30 يونيو بمشهد هو الأكثر روعة في التاريخ الإنساني. نعلي قيم الثورة في الديمقراطية وحق الاعتصام السلمي، لكننا بكل تأكيد نفرق جيدا بين الاعتصام السلمي وبين التجمع المسلح. وما حدث من أحداث عنف مؤسفة واعتداء بالسلاح الآلي على الشعب المصري في أكثر من مكان وحرق العديد من المنشآت العامة يؤكد أننا نواجه إرهابا منظما وليس اعتصامات سلمية، مع استمرار الجماعات الإرهابية في سيناء في تهديد القومي المصري. ومن باب ثقتنا في أن الشعب المصري قادر دائما على فرض إرادته الحرة، وأنه لا يوجد أبدا من هو قادر على لي ذراع المصريين، فإن حركة تمرد تدعو غدا الجمعة 16 أغسطس شعب مصر العظيم إلى تشكيل لجان شعبية والتواجد المكثف في كل شارع وكل حي، حماية لبيوتنا ومساجدنا وكنائسنا ووطننا الغالي مصر، حاملين أعلام الوطن تحت بيوتنا، مؤكدين رفضنا التام للإرهاب الداخلي والتدخل الأجنبي السافر في شؤوننا، مع كامل الالتزام بمواعيد حظر التجول. حفظ الله مصر، النصر للثورة، المجد للشهداء. شعبنا العظيم، ليكم فقط نوضح كل الحقائق. العالم كله بعد اللي حصل امبارح بيتكلم عن مصر. في البداية حابين نفرق ما بين من يتحدثون بتدخل سافر في الشأن الداخلي المصري زي ما حصل من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أو حصل من وزارة الخارجية القطرية، أو من الأمريكان. النهاردة بنقول ان الشعب المصري العظيم لما خرج في 30 يونيو الماضي واستكمل موجته الثورية العظيمة في 26/7، كنا عارفين كلنا اننا خارجين من اجل استقلال القرار الوطني المصري. كنا عارفين ان احنا خارجين عشان نقول للعالم ان الشعب المصري هو القائد وهو الذي يستطيع ان يحدد مصيره. احنا بنقول لكم الحقائق اللي حصلت، ورسالتنا لكل الناس للدنيا كلها عشان تسمعنا. بنقول ان احنا من البداية سعينا الى المصالحة. قلنا بشكل واضح انه هذه المصالحة لا يمكن ان تتحقق الا بالعدالة الانتقالية، هذه العدالة التي تتحقق عبر محاكمة كل المتورطين في سفك دماء الشعب المصري. هذه العدالة لا يمكن أن تتحقق والمصالحة إلا عبر توقيف كل من حرضوا على سفك دماء المصريين وقتلهم، كل من حرضوا على الحرب الأهلية في مصر. النهاردة بنقول للشعب المصري العظيم، انت ضربت مثل للعالم مذهل في يوم 30/6. نزلنا كلنا مسلمين ومسيحيين، قلنا بشكل واضح ليس مسلما بحق من لا يحمي إخوانه المسيحيين، وليس مسيحيا بحق من لا يحمي إخوانه المسلمين. والنهاردة والمسيحيين المصريين والكنائس المصرية بتتعرض لأبشع هجمة في تاريخها، ردا للأسف الشديد على قيام الشعب المصري بفرض إرادته. فالمسيحيين المصريين بيدفعوا اليوم الثمن، ولذلك فنحن ندعو كل الشعب المصري إلى حماية الكنائس وإلى الوقوف بجانب أشقائه المسيحيين اللي بيحاولوا النهاردة يلعبوا بنار الفتنة الطائفية. لازم يفهموا أنه لا يوجد شيء اسمه أقليات في مصر. في مصر في مواطنين، في مسلمين ومسيحيين مصريين بيحموا هذا الوطن وبيؤكدوا أنهم هم من اختاروا هذا الطريق في 3 يوليو وفي 30 يونيو الماضي. النهاردة رسالتنا للعالم ان احنا بنقول نفهم جيدا ونتفهم جيدا
الدول التي تراعي المصالح المصرية والدول التي تتدخل بشكل ليس فيه تعدي على إرادة الشعب المصري، ونتفهم جيدا الموقف الذي أذاعته العديد من الدول العربية والتي أكدت فيه تضامنها ووقوفها بجانب الدولة المصرية. أما من يحاول أن يتدخل في الشأن المصري فنحن نقول له غدا سيكون الشعب المصري بإذن الله موجود تحت منازله وفي كل مكان بيرفع الأعلام وبيؤكد أن ما حدث في 30 يونيو الماضي كان ثورة شعبية أرادها الشعب المصري وانحازت إليه القوات المسلحة. ما حدث في 30 يونيو الماضي هو تنفيذ لقرار الشعب المصري بعزل هذه الجماعة الإرهابية التي أرادت أن تسطو على البلاد. بنقول للشعب المصري العظيم أنت نجحت في استرداد ثورتك في 30 يونيو الماضي، والنهاردة أنت لازم تكمل ثورتك، والنهاردة في الناس بتحاول ترهبنا وتحاول تخوفنا وعايزانا نرجع تحت سيف كسر، عايزين يكسروا الجيش المصري ويكسروا الشرطة المصرية، وده اللي احنا مش هنسمح بيه إطلاقا. شعبنا هينزل عشان يحمي مكتسباته، شعبنا هينزل عشان يؤكد للعالم كله جميعا نقف في مواجهة الإرهاب. احنا بنقول لكم زي ما دعيناكم يوم 30 يونيو الماضي انزلوا للشوارع واستجبتوا ونزلتوا، النهاردة بنقول لكم في خطر شديد على الشعب المصري وعلى دولتنا، عشان كده بنقول لكم انزلوا تحت منازلكم، انزلوا في كل مكان رافعين أعلام مصر، كونوا اللجان الشعبية اللي هتأكد ان الشعب المصري كله ملتحم من أجل الدفاع عن وطنه. الساعات القادمة هتكون فارقة جدا في تاريخ شعبنا. نزولكم بكرة وتكوينكم للجان الشعبية هيبعت رسالة لرئيس الوزراء التركي ونقول له خليك في حالك، خليك في نفسك. شعبنا مش هيسمح لك، لا انت كعضو في التنظيم الدولي للإخوان ولا هيسمح لأوباما ولا هيسمح لوزير الخارجية القطري أو غيره ان هو يرسم طريقنا احنا رسمناه يوم 3 يوليو بخارطة الطريق. خارطة الطريق ستستكمل، هنكتب دستور مدني ديمقراطي، هنروح للانتخابات البرلمانية والشعب المصري هيختار من يريد أن يمثله، هنروح للانتخابات الرئاسية والشعب المصري سينتخب من يحترم إرادته، من لا يكذب عليه تاني. بنؤكد وبنقول غدا موعدنا، غدا سيكون أحد الأيام المتممة لثورتنا المجيدة. انزلوا تحت منازلكم، احموا ثورتكم المجيدة، احموا شارعكم، احموا بيوتكم وحواريكم، احموا مؤسسات الدولة. انزلوا، معادنا بكرة، وبإذن الله ستنتصر مصر في هذه المعركة على الإرهاب، وبإذن الله كما انتصرنا عليهم سابقا سننتصر عليهم في الأيام القادمة. وإن شاء الله الشعب المصري هيضرب مثال للعالم كله ويقول هذا هو الشعب المصري الذي أكد أن قراره هو ثورة شعبية في مواجهة طغيان واستبداد جماعة الإخوان المسلمين. ننتظر جميع الشعب المصري غدا تحت منازله وفي كل الشوارع والحواري والبيوت ليؤكد هذه ثورتنا، سنحميها بدمائنا، سنحميها رغما عن كل الإرهابيين. لن نسمح بكسر إرادة شعبنا، لن نسمح بالردة إلى الخلف، لن نسمح بسرقة ثورتنا مرة أخرى.